الخروف واخا ناكلو يوميا، انا كنقول لكم ما تاخذوش معاه غير الخبز. اللحم الا كليتوه ودرتي معاه الخبز، مالين السكر غادي يطلع لهم السكر. وماشي اللحم هو اللي كان سبب ديال الرفع ديال مستوى السكر، بل اللقاء ديال اللحم مع الخبز. فكذلك لما كيكون هناك لقاء ديال الخبز مع الزيت البلديه، الخبز مع الزيت البلديه مع اللحوم مع البروتينات، كتطلع واحد المستوى عالي السكري. ولكن الا خديتي غير اللحم ديال الخروف مع الشحمه ديالو، او اللحم ديال الخروف مع الزيت، يستحيل انك تشوف النسبه ديال السكري طالعه في الذات ديال الانسان. اذا هذه الاشياء اللي ممكن نحمي راسي منها وما نخليش انني بعض الاذى يوصلني. وخاصه ان واحد كما كيقولوا واحد الكذبه باينه، لفقوها على اللحم ديال الخروف، على اساس ان اللحم ديال الخروف راه كيرفع من المستوى السكري. لحم الخروف كيرفع من المستوى ديال الدهون الثلاثيه ديال الكوليسترول، وكيسد الاورده والشرايين، وكيخلق مشاكل في القلب وامراض القلب والشرايين. وهنا كيجي التساؤل الكبير. حنا لما كان يكون عرض علينا شي واحد لشي مناسبه، وشنو كدير؟ انك كتمشي تسارى ادرواتي هاكوش باش تجيب لي احسن هديه وكتقدمها ليه. هذا غير على المستوى ديال الانسان مع اخيه الانسان. انت كتمشي تختار احسن هديه وتعطيها لخوك. فالله سبحانه وتعالى لما بغى يعطي هديه لسيدنا ابراهيم، اعطاه الخروف. هو بمعنى ان الله لا يحسن اختيار الهدايا للعباد ديالو، غيختار لسيدنا ابراهيم خروف، وغيقول له هاك هذا الخروف، راه لما غادي تاكلو كون على اليقين بان انا عطيته لك، ولكن انتظر، راه السكر غادي يطلع لك، الكوليسترول غادي يطلع لك، التريغليسيريد غادي يطلع لك، غادي نسد لك الاورده والشرايين، وغادي نسد لك وغادي يخلق المشكل في القلب والشرايين. حاشا لله سبحانه وتعالى ان يعطيك هديه والنتيجه ديالها تكون بهذا الشكل هذا. الا مشينا تفكرنا غير ولو غير بمجرد التفكير، بلا ما ندوزو للتجربه، بلا ما ندوزو هذا الخروف الى المختبر ونخرجوا منه النتائج اللي غتكون عكسيه لداك الشيء اللي كيتقال. حنا كنقولوا غير كمسلمين كيف يعقل ان سيدي ربي يعطينا هديه اللي هي الخروف وغتكون مسببه لهذه الانواع ديال الامراض. الا مشينا حتى فكرنا فيها كمسلمين، غادي نشكوا في القدره ديال الله في المعرفه ديالو، غنشكوا نقولوا بان الله لا يعرف في الطب شيئا، وغنقولوا بان سيدي ربي لا يعرف في التغذيه شيئا. وحاشا لله ان يكون الله سبحانه وتعالى يحاول يأذينا من خلال التقديم ديالو كهديه الخروف للانسانيه جمعاء. فهاد الترهات اللي كانت كتعطى لنا من ايام ما يعلم الله، انا مازال ما تزاديتش وكنسمع هاد الهضره هذه، بمعنى ان ما يزيد على سنوات طويله وعندنا هذا الامر كيتقال بهذا الشكل هذا. ماذا يريدون من خلال هذا الترفيق التوجيه به الى الامه الاسلاميه؟ فانا هذه رساله مني الى كل من يهم الامر: لا تخافوا من اكل لحم الخروف، بالعكس انا افضل الان واحبذ الفكره ديال اننا نتعامل مستقبلا مع الخروف في الاكل ديالو، مع الخروف في التعامل ديالنا معه، مع الخروف في اننا سنستفيد من العناصر المغذيه اللي كاينه فيه. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المقدمه، هذه اللقاء الطيب، انني نكون حطيت الاخوان في الصوره على الكيفيه ديال اختيار الخروف، على كيفيه